السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. لو اول مرة تشوفي قناتي اهلا وسهلا بيكي. اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصل ليكي يوميا وصفة جديدة من وصفات رمضان. وصفتنا اليوم الجلاش بالكريمة. احلى واسهل صينية جلاش ممكن تقدميها في رمضان. هنبدأ الفيديو بالطريقة وهسيب ليكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. اول حاجة هنبتدي بيها شربات الجلاش. في حلة هضيف كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية، وهقلبهم تقليبة صغيرة من منتصف الحلة، وارفع الشربات على النار لمدة 8 دقايق. هضيف عصير الليمون والفانيليا واطفي عليه. شربات الجلاش نفس مقادير شربات الكنافة، ولكن شربات الجلاش بيغلي لمدة 8 دقايق فقط. شربات الكنافة بنسيبه يغلي لمدة 15 دقيقة. ده القوام المظبوط لشربات الجلاش، ولو عايزاه يكون معاكي بنفس اللون ده استخدمي سكر بني. السكر البني بيكون جميل جدا للشربات، وخصوصا لو هتعمليه البلح الشام او لقمة القاضي او القطايف او صوابع زينب، هيديكي لون حلو ولمعة للحلويات. شربات الجلاش هنستخدمه بدرجة حرارة الغرفة. وبعد كده هنجهز الكريمة. لو هستخدم حليب بلدي هغليه الاول، ولو حليب مبستر هرفعه على النار يسخن لحد ما اجهز النشا. في بولة هضيف كوباية مية من الحنفية، وعليها هنزل ب4 معالق كبار من النشا. هقلب المية مع النشا كويس جدا لحد ما يبقاش فيها اي تكتلات. هنزل بالنشا على الحليب الساخن واستمر في التقليب. الحليب لو ساخن الكريمة هتربط معاكي بسرعة. ما تضيفيش النشا للحليب وهو ساقع. اول ما يبتدي قوام الكريمة يتقل هضيف نص كوباية سكر، واقلب السكر مع الكريمة. لو عندك اسانس جوز الهند او سمنة بلدي ضيفي ربع معلقة صغيرة، هيديكي نكهة حلوة للكريمة. ده القوام المظبوط للكريمة. ما تسيبهاش تتقل اكتر من كده عشان لما هتبرد هتتقل اكتر. هرفع الكريمة من على النار واسيبها تبرد. ما ينفعش تضيفي الكريمة للجلاش وهي سخنة. الكريمة لو ضفتيها للجلاش وهي سخنة الجلاش هيشربها وهيعجن ومش هيورق معاكي. الشربات والكريمة لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. معايا لفة جلاش هقسمها نصين. هي تقريبا بتكون 14 او 16 ورقة، بتفرق من نوع للتاني. هقسم الورق لجزئين، الجزء الاول هضيفه لارضية الصينية والجزء التاني هضيفه بعد الكريمة. غطي ورق الجلاش بفوطة مطبخ عشان ما ينشفش منك ويتكسر. هنجهز الصينية. هدهن ارضية الصينية سمنة واضيف الورق. الورق مربع والصينية مدورة مش مشكلة، حتى لو الورق اكبر من الصينية مش مشكلة. هضيف اول ورقة وادهنها بالسمنة، وعليها هضيف الورقة التانية. وانت بتضيفي ورق الجلاش للصينية ما ترصهوش رصة متساوية، بنفس الشكل ده كده. المثلث الاولاني بينه وبين المثلث التاني شوية، وهستمر بنفس الطريقة لاخر ورقة. هتيجي تبصي في الاخر هتلاقي الورق لافف معاكي الصينية كلها، عشان ما يبقاش فيه جنب عالي وجنب واطي، او جنب فيه العجينة كتيرة والجنب التاني خفيف يتحرق معاكي بسرعة. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اخلص الطبقة الاولى.
وعليها هضيف الكريمة. افرد الكريمة بالمعلقة بالشكل ده. وهنا عشان اظبط الصينية هطوي المثلثات بتاعة الطبقة الاولى من الجلاش. هضيف اول ورقة وادهنها بالسمنة، واضيف التانية عليها لحد ما اوصل للاخر. وبعد ما اخلص الطبقة الاولى من ورق الجلاش هضيف الطبقة التانية بنفس الطريقة. هضيف اول ورقة وادهنها سمنة واضيف التانية عليها. هخلص ورق الجلاش وفي الاخر هقول لكم الزيادات دي هنعمل فيها ايه. انا كده خلصت ورق الجلاش اللي موجود عندي من اي جنب في الصينية، وابتدي ارفع ورق الجلاش لحد ما اوصل لارضية الصينية، وبسهولة جدا لان الكريمة احنا مغطيين عليها بالطبقة الاولى. واتني الجلاش لارضية الصينية بالشكل ده كده، سهلة جدا. الطريقة دي هتخلي قطع الجلاش معاكي متماسكة، وكمان هتبقى مورقة بشكل حلو. هنقطع الجلاش قبل ما يدخل الفرن. ممكن تقطعي 6 قطع او 8 قطع زي ما تحبي بالطريقة اللي تحبي تقدميها. انا قطعت الجلاش 16 قطعة. قطعتها الاول 2 في 4 في 6 في 8، وبعدين ال8 مثلثات كل مثلث قسمته بالنص اداني 16 قطعة. على وش الجلاش هضيف حوالي ربع كوباية سمنة. السمنة اللي هنضيفها هي اللي هتسوي الجلاش. واضيف الصينية لفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 150 رف اسفل. هتاخد معايا حوالي ساعة الا ربع. تقدري تتابعيها من وقت للتاني. وهنا الجلاش اخد معانا لون ذهبي جميل. هنسقيه بالشربات او الشيرة بدرجة حرارة المطبخ. لو الشربات سخن الجلاش هيعجن معاكي. هقول لكم شوية نصايح. شربات الجلاش يكون بدرجة حرارة المطبخ، مينفعش يكون ساخن ولا يكون خارج من التلاجة. الكريمة تكون دافية. لو سخنة الجلاش هيعجن، ولو باردة مش هتقدري تفرديها بسهولة. لما تيجي تستخدمي ورق الجلاش غطيه بفوطة مطبخ عشان ما ينشفش منك ويتكسر. التسوية بتفرق من فرن للتاني. ممكن تشغلي فرن من غير شواية لمدة نص ساعة، وبعدين تشغلي الفرن مع الشواية ربع ساعة، وتقدري تتابعيه من وقت للتاني. لو حابة تزيني الجلاش بكريز او فستق او مكسرات، وممكن تضيفي على الوش رشة صغيرة من جوز الهند. هسيب الجلاش لما يبرد واضيفه الاطباق التقديم. وكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى من كل قلبي يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم اشعار يوميا بوصفة جديدة من وصفات رمضان. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن إن شاء الله.